السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي، النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع الدرس الثالث. الدرس الثالث عبارة عن إيه؟ عبارة عن تمثيل الكسور العشرية. طبعا إحنا متعودين إن إحنا ممكن نراجع مراجعة سريعة جدا. ممكن حد يكون ناسي ما معنى الكسر، يعني إيه كسر؟ والله بص يا عم، الكسر ده بنعمل شرطة كسر كده، اللي فوق اسمه البسط واللي تحت اسمه المقام. خلاص كده؟ يبقى اللي فوق اسمه البسط واللي تحت اسمه المقام. اكتب بقى أي رقم أنت عايزه، 3 وهنا 7، أو 5 وهنا 9، أو 1 وهنا 7، أو 7 وهنا 15، اللي أنت عاوزه. ده معنى كسر. يبقى اللي فوق بسط واللي تحت إيه؟ واللي تحت مقام. خلاص كده؟ نيجي على المعلومة اللي بعد كده، ما معنى كسر عشري؟ كسر عشري بقى ده من اسمه لازم يكون فيه يا 10 ومضاعفاتها، يا 100 يا إيه؟ يا 1000. يعني ما ينفعش يكون زي اللي فوق ده يا أستاذ، ما ينفعش يكون زي اللي فوق. ده كسر مخصوص كده، حاجة سبيشال. فالكسر العشر ده ليه شكل معين. ازاي يعني؟ ممكن يكون واحد. واحد على كام بقى؟ لا، واحد على 10، ما ينفعش غير كده. أو واحد على 100 عادي، أو واحد على 1000 مش مشكلة. المهم يكون المقام يا 10 يا 100 يا 1000. خلاص كده؟ ممكن تكون عادي 7 على 10، أو 5 على 100 عادي، أو 2 على 1000، ده كله عادي. يبقى دول المعلومتين المهمة بالنسبة لنا في الدرس ده. لازم تكون عارف كسر معنى إيه، وتكون عارف كسر عشري معنى إيه. خلاص كده؟ فدي جزئية مهمة جدا، ودي جزئية سهلة إن شاء الله. طيب، تعالى بعد كده يقول لك إيه؟ اكتب الكسر العشري ده على صورة، اكتب الكسر 35 على 100. طيب بص، احنا ده سؤال دلوقتي، سؤال مش عايزين نبدأ بيه. تعالى مثلا كده نمسح دي ونخليه سؤال سهل الأول. نخليها مثلا اكتب الكسر 3 على 10 على صورة كسر 10. ماشي يا عم؟ طيب بص يا عم، في دلوقتي طريقتين. طريقة بالتمثيل، التمثيل، وهنشوفها برضو بعدين. وطريقة تانية أسهل من التمثيل بكتير هقول لك عليها. بص يا عم، التمثيل ده إحنا بنعمل إيه؟ والله بص على المقام. مش المقام ده 10؟ بتعمل 10، بتعمل إيه؟ 10 مربعات. بص كده الأول أهو، واحد أهو، لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا عم، إحنا دلوقتي عملنا مربع كبير أهو. المربع ده بقى إحنا بنقسمه ل10. أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي. نعمل كده مثلا، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تعالى كده نعد، شوف المربعات اللي فيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عد كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام؟ ماشي يا عم. تعالى بقى نشوف هو عاوز ايه. شو هو بيقول لك؟ مثل 3 على 10. خلاص يا عم، شو قال لك 3؟ لون 3، لون ده يا عم اهو. ادي 1 2 3. بس يا عم، انت كده مثلت اللي هو بيقول لك عليه ده. خلاص، انت كده مثلت اللي هو بيقول لك عليه ده. 3 على كام؟ 3 على 10. بس يا عم، بس تقول لي بس كده يا استاذ، اقول لك بس كده. فبتتكتب ازاي بقى؟ بص يا عم، ادي 3 على 10. صلى على النبي. بنعمل طالما عندك كسر عشري، كسر عشري، اول ما تسمع كلمة كسر عشري بتعمل العلامة بتاعتك وهي صغيرة كده. مش هو قال لك 3 على 10؟ بتكتب 3 بس يا عم، حط هنا صفر. بس يا عم كده خلصنا. كده ايه؟ كده خلصنا. فدي كده اسمها دي كده اسمها 3 على 10. انما دي اسمها ايه بقى؟ اسمها ثلاثة من 10. خلاص يا عم؟
طيب الملحوظة اللي أنا عايز أكتبها لك هنا إيه بقى؟ بص يا عم صل على النبي. عند القسمة على، ركز بقى معايا، على 3 حاجات، يا 10 يا 100 يا 1000، تتحرك العلامة العشرية جهة إيه بقى؟ جهة الشمال. جهة الشمال ديت، المعلومة دي كده هنا كده دي كده حفظ، دي حفظ. يبقى عند القسمة على ال3 حاجات دول 10 أو 100 أو 1000 تتحرك العلامة العشرية جهة الإيه؟ الشمال. تعالى كده نشوفها فوق. أدي يا عم 3 على 10. واحد هيقول لي يا أستاذ طب هنا مش في علامات، أقول لك صح، طالما هنا مش في علامة يبقى العلامة على اليمين. طالما أنت هنا كده بص، طالما أنت هنا كده هنا مش شايف علامات، يعني مش شايف الوا اللي هي دي مش شايفها، يبقى كده العلامة على إيه؟ على اليمين. هكتبها لك برضه. خلاص كده؟ تتحرك بقى إزاي؟ دي قسمة؟ قسمة على كام بقى؟ على 10. بص يا عم هنا، عند القسمة على ال3 حاجات دول اللي هي 10 أو 100 أو 1000 تتحرك العلامة العشرية جهة الشمال. فأنا هي هنا صح، هاشيلها أحطها فين؟ أحطها ورا هنا، أتحرك مرة واحدة جهة الإيه؟ جهة الشمال. خلاص كده فاهم معايا؟ يبقى العلامة فين؟ دلوقتي العلامة هنا، العلامة هنا بس مش مكتوبة. خلاص؟ إحنا كل اللي هنعمله هنشيلها من هنا نحطها فين؟ نحطها ورا هنا. فنكتب ال3 عادي ونحط العلامة العشرية. لو سبتها كده عادي بس يحط لها صفر، يعني طالما انا مش في حاجه احط ايه؟ صفر. دي هي مين؟ هي دي. خلاص كده يا عم. يبقى انت لو حفظت المعلومه دي، عند القسمه على 10 او 100 او 1000 تتحرك العلامه العشريه جهه الشمال، انت كده الدرس بتاعك خلص. ماشي. طب كان في سؤال تاني اللي كان مكتوب اصلا، كان مكتوب ايه؟ كان مكتوب 35 على 100. فاكر السؤال ده؟ تعال نحلها. هنحلها بالقاعده دي، اسهل من نرسم. هنحلها برضو بالرسم بس تعال نحلها بدي الاول. هتقول لي يا استاذ انا عندي القاعده، عند القسمة على 10 او 100 او 1000 تتحرك العلامه العشريه جهه الشمال. احرك كم مره بقى؟ هنا كان في صفر واحد فحركت مره واحده. طب هنا في كام صفر؟ صفرين، يبقى حرك كم مره؟ مرتين. طب لو في 3 اصفار حرك 3 مرات. فحرك يا عم يلا. اهو هنحرك، ادي مره ادي التانية، يعني هي تبقى فين؟ هي تبقى هنا كده، صح ولا مش صح؟ اكتب الرقم عادي 35، حط الواو اللي هي العلامة العشرية وحط لها ايه؟ حط لها صفر بس يا عم. دي كده اسمها 35 على 100. دي اسمها كام؟ 35 جزء من 100، عشان دي من 100. خلاص كده يا عم. اتمنى تكون المعلومة ايه؟ اتمنى تكون المعلومة وصلت. تعال نشوف اللي بعده. اهو يا عم، تعال نشوف دي بقى. دي لسه ممثلينها من شوية. مثل 5 على 10. والله الموضوع سهل جدا والموضوع بسيط خالص. شو مش هنا في 10؟ مش هنا في 10؟ هنعمل يا عم 10 مربعات اهو. ادي مربع اهو، مربع اهو. اعمل ايه كانك بتعمل مستطيل يعني. خلاص كده. ارسم بالمسطرة، اتعلم ترسم بالمسطرة. ارسم يا عم 9. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تعالى بقى نعد نشوف في كام واحد. عد كده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بس يا عم احنا كده خلصنا. هو قال لك كام؟ مش هو قال لك هنا 5 بس؟ لون 5 يا عم. لون 5. ادي واحد اهو لوناه، التاني اتلون، التالت، ها، الرابع، ها، الايه؟ الخامس. دي كده بالطريقة دي. طب الطريقة التانية هقول لك هستخدم القاعدة. عند القسمة تتحرك العلامة العشرية جهة الايه؟ جهة الشمال. أقول لك صح، حرك يا عم كده يلا. هي فين؟
هي العلامة هنا دلوقتي على اليمين، خلاص كده، فنحركها مرة واحدة هنا، تبقى هنا كده أهو، صح ولا مش صح؟ خلاص يا عم اكتب يلا، دي بتساوي، اكتب الخمسة وحط لها الايه؟ الواو والزيرو، شكرا انت كده خلصت. خش على اللي بعده. تعال نحل دي بقى، نحلها ازاي؟ نحلها دي حليناها أول مرة بالطريقة العادية عند القسمة، تعالى بقى نحل ديت بالايه؟ بالمستطيل. يلا يا عم بالتمثيل البياني، يعني ده اسمه تمثيل بياني. تعالى يا عم يلا اهو، نعمل برضه نفس الفكرة. مش هي لما كانت 10 كنا بنعمل 10 بس؟ هي دلوقتي كام؟ هي دلوقتي 100، فالمية أصلا، المية أصلا، المية 10 في 10، يعني نعمل 10 بالطول و10 بالعرض. خلاص كده يلا، اللي هم 9 يعني. خلاص، ادي واحد، ايه ده؟ لحظة كده، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. على كام نعد؟ عد كده، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. كده عملنا 10 بالايه؟ بالطول. تعالى نعمل 10 9 بالعرض برضه. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. لو جيت تعد دول هتلاقيهم 10، هتلاقيهم 100 بالظبط، هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم 100. خلاص كده، باختصار شديد. مش دي كده يا ابني 35؟ تقول لي اه، 35 دي عبارة عن 10 زائد 10 زائد 10 زائد 5، صح ولا مش صح؟ هتقول لي يا استاذ يعني انت عايز تقول لي ان احنا عندنا 3 عشرات وخمسة واحدة؟ اقول لك اه. يعني ايه يا استاذ تقصد ايه؟ اقول لك تعالى كده بالراحة، عد كده معايا. الصف الواحد ده كده هتلاقي 10، بص كده عد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. وده برضه هتلاقي 10، وده برضه هتلاقي كام؟ هتلاقي 10. فأنت هتعمل إيه؟ أنت لما تلون لما تلون عمود واحد اللي هو واقف ده عمود واحد، هتبقى أنت كده لونت 10. خلاص لون ده يا عم، لون ده يا عم، بس يا عم أنت كده عملت 10. لون التاني أهو يا عم، برضه كده أنت عملت كام؟ عملت 10. لو أنت معاك 3 عشرات، لون ده كده أنت عملت كام؟ عملت 10. بقى معاك كام؟ معاك 5. لا عد بالراحة بقى، عد 5. أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، 5. بس يا عم أنت كده عملت ال35. دي فيها مشاكل؟ أتمنى تكون المعلومة سهلة. تعال نحل دي تاني برضه بالطريقة العادية. هنحرك مرتين. اشمعنى مرتين؟ عشان خاطر في صفرين، دول هنا صفرين اهو، صح كده؟ فنحرك مرتين، ادي مرة ادي التانية. يعني هي فين؟ يعني هي هنا كده، صح كده؟ فتكتب الرقم عادي 35 وتحط العلامة العاشرة، تحط عليه صفر، يبقى ده كده 35 جزءا من 100. اللي بعده، مثال: اشترت سلمى 3/10 كيلو جرام من العسل. اكتب هذا الكسر على صورة كسر عشري. معاك طريقتين بقى، ادي يا عم 3/10. حلو بقى عادي خالص. أول هنحله بالقاعدة بتاعتنا، عند القسمة تتحرك العلامة جهة الشمال. تتحرك هنا كده، صح ولا مش صح؟ هتكتب الرقم 3 علامة 0. انت كده خلصت. أو تعمل ايه؟ تعمل المربع بتاعك، المستطيل بتاعك اهو يا عم، واحد اهو، واحد اهو، واحد اهو، واحد اهو. يلا يا عم اعمل لي عشرات يا عم، اعمل لي 9. بقى دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، 9. هو عاوزك تحل كام؟ هو عاوزك تحل 3. أهي فوق 3 أهي. خلاص لونه 3 يا عم أهو، لون 3 يا عم. ده كده واحد، ده كده التاني، ده كده مين؟ ده كده التالت. خلاص يا عم،
أتمنى تكون المعلومة سهلة. اللي بعد، يمثل الماء 7 أعشار. المعلومة دي أنت المفروض تكون عارفها من سنة رابعة، حتى لو مش عارفها أنا هعرفها لك. 7 أعشار كتلة جسم الإنسان. يمثل الماء 7 أعشار كتلة جسم الإنسان. اكتب هذا الكسر على صورة كسر إيه؟ كسر 10. سهلة وبسيطة. عندنا طريقتين برضه. أولا تعالى نكتب الكسر الأول. شو أقول لك كسر؟ يبقى نعمل كسر. بص، اللي بيتذكر الأول بيتكتب فوق، واللي بيتذكر التاني بيتكتب تحت. يبقى الأول فوق اللي هو البسط، الثاني تحت اللي هو الإيه؟ المقام. شو قال لك هنا 7، حط يا عم 7. قال لك أعشار، حط يا عم 10. بس يا عم أنت بقى شاطر، هتحل دي. تتحرك كم مرة؟ تقول لي مرة واحدة يا أستاذ. ليه يا ابني؟ عشان خاطر في صفر واحد هنا، فتتحرك مرة من هنا لهنا. بس يا عم تبقى كده 7 علامة صفر. وبقى أنت ارسمها بقى عادي. تعالى كده نشوف حاجة تانية. مش في حاجة تانية. أتمنى إن شاء الله رب العالمين يكون الدرس سهل وجميل عليكم إن شاء الله. ربنا يكرمكم فيما هو قادم إن شاء الله رب العالمين. وانتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.